الحاج محمد قول لنا القصه ديال التصويره ديالك اللي كاينه في 100 درهم. هذيك التصويره اللي في 100 درهم ملي وقفت قلت الله اكبر، اول نداء الله اكبر جاو تجاروا الصحافه. ملي واحد مذيع جا دار لي البوق قدامي، بقاو الصحافه تيصوروا فيا. هذه هي السبب ديال هذيك 100 درهم. واحد النهار جالس خارج من القهوه حتى واحد السيد عيط عليا قال لي واش انت هو كنتي في المسيره؟ قلت له هو وريني واحد 100 درهم، تبان لي التصويره ديالتي في هذيك 100 درهم. هذا الشيء علاش وليت شفتها. تبارك الله عليك. التصويره ديالك الا ممكن تعطينا التصويره يعني اللي كاينه الاصليه. الله يعطيك الصحه بعدا الحاج محمد، الله يحفظك وتبارك الله عليك والله يخليك الصحيحه. وهذه الصوره الاصليه الله هي يحفظك. هذه هي الصوره الاصليه. الله يعطيك الصحه. شكرا. وكيفاش جات القضيه ديال بديتي انت الاول كتكبر الله اكبر الله اكبر؟ ملي شفنا الطياره جايين من العيون وبقات يلعبوا فوق من راسنا، تعرف تيجيو تيديروا بحال هكا حتى يبغوا يضربونا وثاني يطلعوا. بقات عباد الله تتهز عينيها، تعرف الشلوح مساكن البرابير عندهم نيشان. بقى كل واحد تيشوف ما عرفوش تبهضنا. هو يقول يا راسي قول الله اكبر، وانا بقيت نحيي عليهم تنقول لهم قولوا الله اكبر باش ما بقاش يدوها في الطياره. جا داك المذيع هو يدير لي البوق، ولاو الصحافه تيصوروا فيها تما فين خرجت ديك 100 درهم وصورونا. وعباد الله ولات تقول الله اكبر الله اكبر. وهذاك المذيع فرح مسكين قال لي ما عندي ما نسالك، الله يشاهدني عليها هكا. ما كانت عباد الله صافي تزيزلنا ملي شفنا دوك الطيارات ولا بالنا مع الطياره. تصور الطياره تبغي حتى تضربك وتهز. وهذا الشيء راه معروف. سول المسيره اللي مشاو غادي يعاودوا لك هذا الشيء.